وتعالوا نتكلم النهارده بمنتهى الوضوح عن ازاي ندعم بلدنا، ازاي نقول كلمه الحق اللي بجد وبحق بدون ما نتهم بالتطبيل، واللي يتهمنا بده يبقى هو اللي ناقص عقل وناقص فكر وناقص وطنيه ايضا. هندعم بلدنا بكل كلمه بنقولها بمنتهى الصراحه وبمنتهى الحب مع صديقي ورفيق عمري الصحفي الكبير الكاتب احمد رفعت. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ جمعه. منور يوميات مصر. ده نورك والله، بس اسمح لي يعني خالص العزاء انه فقد التلفزيون المصري فعلا مخرج محترم. الله يرحمه. انا صادف انه يعني عرفته وكنت قريب منه فتره من الفترات، فحد رائع على كل المستويات الانسانيه والمهنيه. ده صحيح. ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا وخلص العزاء لاسرته ولزمايله ولكل العاملين في مسبيرو. كل مسبيرو، وبنشكر كمان نقابه المهن السينمائيه ان هم بيعملوا له عزاء يوم الجمعه ان شاء الله. وطبعا الهيئه الوطنيه للاعلام ما قصرتش ونعوه، كلنا تالمنا. هو يستاهل. الله يرحمه. الله يرحمه. استاذ احمد، في البدايه اسمح لي نتكلم. اولا احنا اتكلمنا في الدراما دايما بنتعمد ده ان احنا بنقول لو الكبار خاصه الاباء والامهات انشغلوا بانانيتهم وانشغلوا بما لا يفيد وبيهملوا اهم حاجه في الدنيا اولادهم، والنتيجه بتكون عكسيه علينا كلنا كمجتمع. في جمله قصيره تقول رساله للاباء مش بس المهملين ولا المقصرين، ده هم كمان ضعفاء الدين وضعفاء النفس لما يسيبوا اولادهم وينشغلوا بحياتهم ومستقبلهم وطموحهم، اللي عايز تبقى وزيره اللي عايز تبقى مش عارف ايه، وفي النهايه اللي بيدفع الثمن ده الاطفال اللي فيما بعد بنتهم الجيل الجديد انه مش فاهم. ما فيش، انت عامل الموضوع يعني قايل عباره مختصره جدا فيها كل حاجه. ارحمونا فعلا، لانه كفايه الجيل ده واللي قبله يعني عانى من اهمال مركب من الاسره ومن الدوله، فكفايه يعني. اذا كانت الدوله ابتدت دلوقتي تهتم بالجيل الحالي وعامله زي ما حضرتك شايف مؤتمرات الشباب وفي رعايه خاصه لمراكز الشباب، صحيح، وفي نهضه يعني خاصه بهذا الجيل. واول ما جه السيد الرئيس السيسي قال اتكلم على اطفال الشوارع واتكلم على العشوائيات كلها بشكل عام، كمان كل يعني المهمشين سواء يعني اجتماعيا او اقتصاديا او سياسيا، واتكلم حتى كمان على فكره انه يبقى في اصحاب الاحتياجات الخاصه اللي في السن ده يبقى ليهم اهتمام غاب طويلا. كانت كتير اهمال شديد للفئه دي تحديدا كمان. فآن الاوان كمان ان الاسره كمان تنتبه لاولادها، مش بس صحيح. لانه لو الدوله هتهتم بس مش والاسره مهمله يبقى هنهدر وقت، برضه يبقى حاجه ناقصه. زي ما كان حاصل انه التعليم مثلا ما كانش بيعلم صح، النهارده بيبقى خريجين جامعه وبيكتبوا غلط، فده معناه مش خريجين ده ناس معاهم ماجستير ودكتوراه وبيكتبوا غلط للاسف، لان هو خد الشهادات دي كلها بالحفظ والتلقين، لكن بالظبط لا في اتقان في حاجه ولا في جوده في التعليم، وكلهم بيكتبوا يعني الناس كتير بتكتب املا غلط هتندهش يعني. قريت خبر النهارده يمكن عجبني ويمكن يقلقني، وهو اعتبار سنه 6. وزير التعليم قال ده النهارده في تصريح له انه اعتبار سنه 6 سنه عاديه ما بقتش شهاده، يمكن برضه حرصا منه انه يهرب من قصه الدروس الخصوصيه. هل ده ايجابي ولا ايه؟ والله الدكتور طارق للامانه وانا كنت واحد من الناس اللي تنبأوا انه هيجي وزير صحيح، وكتبت يعني صحيح. موجود، لكن انا في اعتقادي انه لازم ياخد فرصته كامله في فك وتركيب التعليم من اول وجديد. كتير السنين اللي يعني احنا اكتر بلد في العالم جرب وزراء تربيه وتعليم السنين اللي فاتت. لو قلنا مثلا في 30 سنه عندنا اكتر من 20 وزير تعليم يبقى ده معناه ان احنا كنا بنهرج، ومعناه ان مفيش رؤيه، ومعناه مفيش سياسه. بالظبط. هل ده مقصود؟ كان فتره من الفترات كان مقصود طبعا. لما تلاقي يعني للاسف في لجان امريكيه بتشرف على مناهج التعليم في مصر فتره من الفترات لازم تحط علامات استفهام. ان هم كان هدفهم اضعاف المناهج واضعاف التعليم كله. لما صحيح. تلاقي ماده زي التربيه القوميه اتحذفت، صحيح، حذفتها ليه؟ حط علامات استفهام. لما تلاقي قرار زي منع الحضور والانصراف، انت ده لا وتفعيل يعني الدروس ده سن ما ينفعش تديله زي اللي بتديه لطالب الجامعه. ده سن المفروض يبقى في رعايه لغايه ما عضو يشتد. طب احنا ابتدينا يا استاذ احمد دلوقتي نفوق لده ونعالج ده طبعا. يعني الدوله المصريه دلوقتي بدات تعمل الشيء المفروض يتعمل صح، ولا برضه لسه فيه لا الدكتور طارق عنده رؤيه شامله. يعني هو دلوقتي بيتكلم من 6 لغايه الجامعه، لغايه ما يخرج الثانويه لغايه ما يسلم يعني الطلبه للجامعه. عنده رؤيه. بمناسبه بقى ان احنا ازاي ندعم دولتنا وازاي كمان لا نتهم بالتطبيل، ودايما بقول ده كصحفيين
انه الاتهام بالتطبيل بقى شرف دلوقتي الحقيقه، ما بقاش حاجه عيب يعني. لانه لما يبقى عندنا مثلا مشاريع ضخمه جدا واحنا كاعلاميين مش شايفينها، اما بتعمد مننا او خوف من الاتهام بالتطبيل. عارف المعادله الغريبه دي؟ يعني ازاي نقدر نهرب او ازاي نقدر نتجاهل مشروع زي الاسكان اللي احنا شايفينه على الشاشه ده، الاسكان الاجتماعي، ان الرئيس السيسي في اخر مؤتمر قال اي حد بيقدم محتاج شاشه محتاج شقه بياخدها. يعني ده ما كانش حاصل قبل كده. وده كمان مصروف عليه مليارات، لكن الناس مش شايفاه. الاعلاميين خاصه في القطاع الخاص مش شايفين اللي احنا شايفينه انا وحضرتك على الهوا ده، شايفين حاجه تانية خالص. يروحوا يجيبوا بقى افلام خالد يوسف ويجيبوا الحاجات اللي هي بتخلينا قدام العالم كله شكلنا مش حلو. هل مشروع زي الاسكان الاجتماعي ان كل مصري يقدر النهارده يقدم على الشقه يلاقيها، ده في حد ذاته مش لازم من جوانا كلنا فعلا نقول تحيا مصر؟ شوف استاذ جمعه، القصه انه مصطلح تطبيل اصلا، واحنا طبعا يعني قرينا شويه في موضوع حروب الجيل الرابع دي، فهو مصطلح اصلا مقصود منه ترهيب الناس انها تتكلم. صحيح. وارهابهم وخصوصا الاعلاميين والصحفيين، انه اللي هيتكلم زي ما حضرتك كده قلت بيطبل وبينافق السلطه الى اخر المصطلحات اللي فيها يعني ممطوطه يعني. الهدف منها انه الناس تسكت وما تتكلمش، وبعد كده الانجازات دي تبقى مهمله ما حدش يتكلم عنها. زي بالظبط فكره انه في ناس متخصصه انه تقول ما فيش مؤامره على مصر. بالظبط. فاصبح جزء من المؤامره انك تقول ما فيش مؤامره. فخلاص يعني بقت مفهومه يعني. ولذلك يعني انا نصيحتي لكل الناس انه هذا المصطلح السخيف نتجاهله تماما ونرميه ورا ظهرنا وما نعملوش اي اعتبار، ولا مش هنتكلم خالص. يمكن عجبني حاجه صديقي العزيز الصحفي الجميل احمد رفعت، انه احد الزملاء الصحفيين المشهور عنهم ان هو مخالف وخلاص، لا لشيء الا انه كده حابب كده يعني. كتب الحقيقه، وده اعتبرته شجاعه متاخره منه، انه بيعاني من 30 سنه من فيروس السي، واضطر طوال السنين اللي فاتت وهو في انتظار الموت انه يعمل زرع كبد جديد، واستمر معاه برضه الفيروس حتى مع الكبد الجديد، وكان متوقع الموت في اي لحظه. ولما الدوله مشكوره وفرت العلاج وراح هو بنفسه اخذ وجرب واتعالج، جاي يكتب سطرين كده على استحياء شديد انه مضطر يشكر الدوله، كانه شيء يعني حد يعني عارف انت الايجابيه مش بس حواليك، ده الايجابيه وصلت لنفسك لشخصك، ومع ذلك مش عايز يقر ويقول شكرا للدوله المصريه انها وفرت الدواء اللي على مستوى العالم كله بقت تجربه بتدرس دلوقتي ومشهود ليها ان مصر تخلصت من وباء اشبه بوباء الكوليرا زمان، ان وباء الفيروس سي ما كانش سايب بيت ولا انسان مصري. النهارده الحمد لله يمكن نكاد نصل لارقام ضعيفه جدا جدا. طبعا ربنا يشفيه شفاء مركب يعني في جسده وفي عقله اهم الحقيقه. لان هو طبعا هم برضو العيال بتوع اللجان الالكترونيه عاملين ارهاب للناس دي كلها، لان صحيح. هو لو زود شويه في مدح اللي حصل معاه او الشفاء اللي تم على ايدين العلاج اللي موفراه الدوله هيبقى فيه. بالعكس انا تقرا الكومنتات قالوا له اخيرا نطقت، اخيرا قلت كلمه حق. دول الوطنيين المصريين لكن لو هو زود اكتر التانيين هيخشوا يقولوا له يهاجموه. ابتدينا بقى التطبيل وابتدينا. نفسي برضه زي ما هو شاف كده يا استاذ احمد الفيروس السي وعلاجه في جسده، يشوف كمان الطرق. نشوف كده يا استاذ هاني بعد اذنك مشاريع الطرق والكباري. على فكره النهارده انا عايز بس اقول ايه بجد ان احنا ماشيين صح. شايف حضرتك الطرق والكباري الجديده اللي حولت مصر دوله متحضره، دوله عصريه. يعني النهارده لما تجد نفسك بتتفرج على طرق حقيقيه وطرق بمواصفات دوليه وعالميه بجد، مش بقى زي زمان اللي هو يرصف الطريق ويسيبه مكسر من تحت الرصيف. لا دلوقتي بقى الطرق فعلا حقيقي تضاف لرصيدنا، تضاف لانجازاتنا يعني. هل احنا مفروض كصحفيين وكاعلاميين نشوف ده ونسكت نقول عادي جدا؟ يعني ده طريق المحور المشهور يعني. المفروض نشوف ده ونقول احنا مش شايفينه ونروح نكتب على السوشيال ميديا ان مصر فيها مش عارف مين نايم تحت الكوبري، مصر فيها مش عارف حاله ايه اللي هي حالات فرديه، وياخدها بقى اللي هم انصاف المتعلمين وارباع المتعلمين ويشيروها كتير، ونتناسى ونتجاهل صوره زي كده مقابل ان احنا نفضل نقول كتير في الصوره السلبيه. بتشوف ده برضو نفس المركب. انا هقول لحضرتك على حاجه. عباره او جمله لاول مره. تمام. خليك معايا كده، لانه في اكتر من 5 حاجات في مصر نقدر نقول عليهم لاول مره.
تمام. ففكرني كده لو نسينا واحد، هم في حدود 5 أو 6 حاجات. بص يا فندم، لاول مره في مصر المرضى بتوع فيروس سي نسبتهم مش تثبت او تزيد بنسبه اقل من نسبه الزياده الاولانيه، لا ده اول مره في تاريخ مصر الزياده في فيروس سي تتراجع. يعني انا من تقريبا من 8 شهور كده كان نسبه التراجع يعني مش يعني انت مثلا بتزيد كل سنه 10%. تمام. لو كانت زادت 8% يبقى انت عملت انجاز. صحيح. لو زادت 5% يبقى انت عملت انجاز. كده بقت سلبي، تراجعت. لو انت وصلتها لصفر يبقى عملت انجاز كبير. انت لاول مره النسبه دي بتتراجع. يعني يعني المرضى نقصوا عن الاول، وبالتالي انت ماشي في الطريق السليم بفضل الله. ومعنى ذلك انك بعد فتره هيبقى المرضى مش موجود، يبقى حاجه كده من ذكرى الماضي زي التيفود والحصبه والحاجات اللي كانت زمان وشلل الاطفال. ده واحد. لاول مره في مصر زي ما حضرتك ابتديتي الحلقه كده يبقى عدد المتقدمين للوحدات السكنيه اقل من عدد الوحدات المنفذه. كل حد بيقدم ياخد، مش يعني كمان لها شروط وصعبه خالص اللي عايز يقدم ياخد. ده دلوقتي احنا يعني في زي بالبلدي كده كما لو كانت وزاره الاسكان بتدلل على يعني على الشغل بقى بتنافس القطاع الخاص. لان احنا هم لغايه يوليو اللي عدى ده في حدود 660 الف وحده سكنيه. تمام. المتقدمين في حدود 430 الف بعد ما يعني طبعا عملوا تسهيل. لسه مستنيين. مظبوط. فدي لاول مره تحصل في تاريخ مصر. عارف حضرتك الازمه انه كان عدد المعروض دايما اقل من عدد الطلب، فده اللي بيرفع. لازم تجيب واسطه. وتدي فرصه للقطاع الخاص انه يتلاعب بالناس ويغالي في الاسعار. صحيح. وتدي فرصه انه بناء على كده مصانع الاسمنت والحديد والازاز والاشياء تفضل تلعب في الاسعار. صحيح. ده انت الاول مره. رقم 2 عدد المتقدمين الشغل الاسكان الاجتماعي اقل من عدد المعروض. ده صحيح. لاول مره في تاريخ مصر انه يتعمل مدينه على الساحل الشمالي ما تبقاش للكبار ولا للطبقه الارستقراطيه ولا لفئه معينه من الناس ولا حتى منتجع سياحي. لاول مره بتعمل مدينه العلمين الجديده كمدينه عالميه ولكل الناس. صحيح. الطبقه الوسطى، الطبقه الدنيا، كل الفئات متاح لها انها تسكن في هذه المدينه اللي بتطل على البحر المتوسط. خلي بالك ولا حد جاب سيره الكلام ده، الاعلام كله مش شايف. دي حاجه عجيبه جدا. يعني انا مندهش. ده صحيح. هذه المدينه يا استاذ جماعه لو تعرف انه مصمم انه تستوعب في خلال ال 30 سنه اللي جايين ما يقرب من 40 مليون مواطن، يعني قد مدن الساحل الشمالي كله، قد ما مطروح. لا قد قطر كم مره؟ لا قد سكان قطر طبعا 100 مره، هم طبعا 300,000. لكن شوف بقى من اول مطروح، السلوم، الاسكندريه، دمياط، العريش، بورسعيد، رفح، كل مدن الساحل الشمالي دول. تمام. واضرب في 3، ده عدد السكان المفروض تستوعبوا مدينه العلمين الجديده. ما شاء الله. طبعا يعني حاجه كده يعني حاجه ضخمه خيال، ومعناه انك بتخطط للمستقبل بشكل سليم. سليم. ما هو الرئيس السيسي راهن على ده، قال انا مش ممكن افقد بعض شعبيتي، لكن على اللونج ران، على المدى البعيد هنعرف ان احنا كنا ماشيين صح. بالظبط. لا واصل الاماكن دي كانت ممنوعه. انت عارف مدن كانت مهمله جدا.